السلام عليكم، يعطيكم العافية. هاي الأكلات من الأكلات اللذيذة الطيبة جدا البحرينية. اسمها مصلي بحريني على طريقتي. كل واحد وله طريقته. أنا هاي طريقتي بعمل المصلي البحريني، جدا لذيذة تبارك الرحمن وما شاء الله. جربوها وادعولي. اللهم ديمها علينا وعليكم من نعمة، واحفظها من الزوال، لا تحرمها لحدا، ويطعمي كل محروم وجوعان، اللهم آمين يا رب العالمين. تبارك الرحمن، الرز عندي حبة بحبة، والدجاج مستوي تبارك الرحمن وما شاء الله. طبعا المصري البحريني بينعمل بالدجاج وباللحمة، بس إذا عملناها باللحمة أنا بفضل إنها تنسلق اللحمة نص استواء تكون. هلأ رح أتبل. عندي دجاجة مقطعتها 4 قطع، وعلى حسب الرغبة ممكن تقطعوا الدجاجة قطعتين، بس أنا بفضل أقطعها 4 قطع لتستوي عندي الدجاجة بشكل كويس. هلأ بتبل الدجاجة. البهارات واضحة على الشاشة كاتبتها. بضيف الملح، فلفل أسود، بهارات المشكلة، بهارات دجاج، هيل ناعم، كمون، لومي أسود مطحون ناعم. بتبلهم من جميع الجهات. بهاي الطريقة لازم نتبلهم من جميع الجهات. جدا لذيذة تبارك الرحمن ما شاء الله، جربوها. بعد ما أتبلهم بضيف الجدر، فنجان صغير من الزيت النباتي، ورح أضيف قطع الدجاج على الزيت لتتشوح القطع وتاخد اللون الذهبي الخفيف. أصول الأكلة المصلي البحري كل المكونات بتنحط ني مع بعض، وبينسلق الرز وبينضاف الرز على المكونات، بس أنا بفضل هاي الطريقة. عندي حبة بصلة كبيرة فارمتها بهاي الطريقة، وعندي مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل مفروم ناعم، و5 فصوص ثوم مفرومين ناعمين. بضيفهم على القطع مع التقليب. ما بدي لون البصل يتغير، بس ليتدبل ويتنكه من البهارات الدجاج. عندي حبتين بطاطا مكعبات مقطعتهم، بضيف الحبات البطاطا. عندي قطع الدجاج أخذت هذا اللون التحمير. طبعا ما استوت عندي الدجاجة، بس تحمير على السريع. بضيف البطاطا مع التقليب ليتنكهوا من البهارات. هلأ عندي زعفران وصبغة الزعفران دوبتهم قليل من المي. بضيف جزء على القطع الدجاج والبطاطا، والجزء الثاني بخليه للرز. جدا لذيذة ما شاء الله تبارك الرحمن، جربوها ما شاء الله، وسريعة، والأكل كلها بنفس الجدر تنعمل بهاي الطريقة. هلأ عندي مقدار فنجان من الزبيب غاسلته بس، وعندي مقدار فنجان كبير من الحمص. طبعا الحمص أنا سالقته مستوي الحمص. برتب المكونات مع بعض وهلأ رح أنقل الجدر على حديدة. يستحسن نخلي حديدة تحت الجدر، والنار تكون على الوسط لأسلق الرز. بهاي الطريقة رح يكون عندي منظر المكونات. بشغل النار تحت الحديدة وبخلي الجدر على الحديدة على نار وسط. هلأ رح أسلق الرز. البهارات الخشنة كاتبتها على الشاشة. طبعا بسلق الرز نص استواء يكون، ما نخلي الرز يستوي 100%. أنا الرز عندي غاسلته ناقعته نص ساعة. بضيف الرز، وننتبه الرز ما يستوي عنا 100% عشان الأكلة تنجح عنا والرز تطلع حبة بحبة. هلأ الرز عندي استوى نص استواء. بتخلص من ماء سلق الرز
وبضيف الرز على المكونات بهاي الطريقة. طبعا النار شغالة تحت الحديدة. برتب الرز، راح أضيف مقدار ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وملعقتين كبار من المي وما تبقى من الزعفران، وراح أغطي الجدر وبخفف النار جدا تحت الجدر هلأ، وأنا خليتها ساعتين على النار، وبقدمها وبالعافية علينا وعليكم. جربوها وادعولي، تبارك الرحمن جدا لذيذة. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير، تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب، مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لمدى زاه منير، يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب، من يدري يا صبابة صدري